صباح الخير، عاملين ايه؟ معانا بقى النهارده الميني بيتزا. فيلا نشوف المقادير مع بعض. معانا بقى معلقه صغيره خميره، 3 معالق كبار لبن بودر، معلقه كبيره سكر، نص معلقه صغيره ملح، كوبايه ونص، كوبايه ميه ونص كوبايه لبن، وينفع تعملي كوبايه ونص كلهم ميه عادي، و3 كوبايات من الدقيق، و3 معالق كبار من زيت الزيتون او اي نوع زيت بتفضليه. هنا بقى نحط كل المواد الجافة على بعض، وانا هحط الخميرة وشوية مية صغيرين عليها كده واقلبهم، واول ما تكون كده تكون فقاعات كده يبقى الخميرة هنا ناجحة، وهحطها عليهم. وعقبال بقى ما الخميرة اشوفها بتخمر وكده هعمل الصلصة بتاعة البيتزا. هعمل بقى معلقة صلصة، معلقة من الكاتشب، رشة زعتر، توم باودر، بصل باودر، نفس التوابل اللي انا حطيتهم برضو على الدقيق، بتعلي التست، بتبقى حلوة قوي. وبرضو حطيت هنا معلقة من زيت الزيتون، وهقلبهم مع بعض، ورشة من الملح، وكده كده ايه تبقى الصلصة بتاعتنا. هنا الخميرة كونت فقاعات، هحطها بقى ايه على الدقيق. تمام. وبعدين بقى هحط اللبن. خلاص، اهم حاجة بس اللبن والمية يبقوا دافيين. انا حطيت هنا نص كوباية كلها بتاعت اللبن. هنا بقى حطيتها في الستاند ميكسر، وتقدري طبعا تعجنيها على ايدك عادي، بس هتطولي مدة العجن شوية. بس. وهنا بقى المية بنزل كده بالتدريج، عشان ما احطهاش مرة واحدة، وكده يبقى حسب نوعية الدقيق عندك. انا هنا خدت كوباية الا ربع من المية. وبعد ما لمت الدقيق وكل حاجة حطيت بقى الزيت، وتقلبت تمام، وبقت شكلها كده. رشيت بقى في البولة كده زيت، وحطيت الكورة، وسبتها بقى تخمر. خدت ساعتين عشان الجو دلوقتي بقى بارد. بس هنا ما شاء الله خمرت وبقت زي الفل. هنا بقى هشكلها. انا حاطه يعني عملتها كور كبيره شويه، انتي تقدري تصغري طبعا. انا عملتها ايه البيتزا الكبيره شويه اللي فوق الصغيره. وهنا بقى فردتها. انا بعد ما بسيبها كور كده بسيبها ترتاح شويه، 5 دقايق 10 دقايق كده. وهنا بقى فردتها. وهنا بقى حطيت الصلصه. انا حاطه بقى ايه، عامله يعني يعني هما طلعوا معايا 8 وحدات، 8 كور. وحطيت بقى 4 صوص رانش، و4 صوص البيتزا العادي اللي عملناه مع بعض. تمام. وانتي بقى تحطي بقى طماطم. انا حطيت هنا فلفل رومي، طماطم، جبنه رومي، زيتون، وكان عندي كام قطعه فراخ كده وقطعتها وحطيتها على الوش. بس. ودخلتها بقى في الفرن على درجه حراره 180، ما بتاخدش يعني اكتر من 10 دقايق، وحسب برضو طبيعه الفرن عندك. ما تسيبهاش كتير عشان ما تنشفش. بالهنا، وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير.